راكم معايا ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا كما كتشوفوا البنات هذا ضريس ديال العقيق بيرلا كما كتلاحظوا، والالوان كتبقى اختياريه وحتى الاحجام. هنا البنات كيجي على شكل الهدب كما كتشوفوا، كيجي رائع وممكن يخدموه البنيتات الصغار يبدعوا فيه. وبالنسبه للخدمه ديالو كما كتشوفوا سهله، غير علموا بنياتكم بحال هكا البنات يخدموا هذا الشكل ديال الاعمال اليدويه، كتكون ممتعه بزاف وفي نفس الوقت كتكون شي حاجه واحد العمل يدوي اللي هو واحد المنتوج كديريه بيدك. كما كتشوفوا كنحتاجوا هذا الخيط هذا وهاد العقيق. بالنسبه للحجم البنات كيبقى لكم اختياري، راه فيه بزاف ديال الاحجام. على بركه الله البنات كنديروا غرزه في الثوب بحال الشكل ديال الراندا كما كتشوفوا، وكنركبوا العقيقه الكبيره اللي هي الاولى. كنديروا اللون الثاني واللون الذهبي كما كتشوفوا باش كيجينا عطينا هذا المنظر هذا. وكما قلت لكم الالوان اختياريه. كنبقاو غاديين البنات بنفس الطريقه. كنشدوا الخيط في الثوب ونديروا العقيقه اللي باللون الابيض كما كتشوفوا معايا، وكيبقى لكم الاختيار في الالوان. ونديروا فوق منها عقيقه اللون الزرق، من بعد كنديروا الذهبي وكنديروا 4 باش كيعطينا داك على شكل دائره. هنايا البنات كنجيبوا الخيط وكنرجعوا لهاد العقيقه الثالثه، كنرجعوا ليها باش كتعطينا هاد الدائره بحال هكا، باش كيجينا الضرس واقف بحال هاد الشكل هذا. من بعد كنديروا العقيقه الذهبيه والثانيه في الزرق كما كتشوفوا، وكنديروا هاد البيضه. من بعد البنات كنشدوا الخيط في الثوب ونرجعوا نديروا عوينه في الثوب، وكنرجعوا العقيقه الاولى اللي بدينا بها كندخلوا فيها الابره، وكنبقاو غاديين بنفس الطريقه. كنديروا عقيقه في اللون ونديروا هاد الذهبيه الوسط، ومن بعد كنديروا 4. يعني الطريقه واضحه وسهله. من بعد كنرجعوا في العقيقه الاولى اللي فوق الذهبيه وكنرجعوا فيها الخيط باش كتعقد لينا على هذا الشكل هذا. ونكملوا البنات بنفس الطريقه كما كتلاحظوا. كما قلت لكم البنات هاد الضريس ساهل والشكل ديالو زوين وكيطلع بسهوله بالنسبه للبنات كيخدموا به. كيجي على شكل الهدب، ممكن ديريه حتى في الفولار بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم هاد الاحجار وهاد العقيق. ممكن تزوقي به الجلابه، ديري به القب، تخدميه في القب في الكمام وفي الجلال للناس اللي كيبغيو يخدموا به. صافي البنات كنتموا غاديين بهذه الطريقه هذه، وكنرجعوا نديروا الضرس غندوبلوه كما كتشوفوا. هنا الالوان كتختلف البنات، كنديروا 3 العقيقات، وحده في الذهبي وجوج بيضين، من بعد كنديروا 4 وكنرجعوا بنفس الطريقه اللي درنا وكنعاودوا نديروا العقيق هنايا بالالوان مختلفه. كديروا وحده في الذهبي وجوج بيضين ونديروا 4 كما كتلاحظوا، 4 في الزرق باش كيعطينا هاد التاج هذا كيجي زوين الصراحه. ومن بعد كنرجعوا العقيقه الاولى اللي دخلنا ديال العقيق الزرق صافي، وكنخرجوا فيها الابره وكتعقد لينا على هاد الشكل اللي غتشوفوا معايا في الصوره. وكنبقاو غاديين بنفس الطريقه، غنديروا العقيقه الاولى بيضاء، الثانيه في الذهبيه والثالثه بيضاء، وكنديروا 4 من العقيق الزرق هكا، ونشدو في الراس ديال الضرسه اللي تابعاها هكا البنات. وحنا غاديين حتى كنكملوا التطبيق اللي عندنا.
حاولوا البنات تاخدوا العقيق يكون كاليتي زوين، تكون جودة زوينة باش ما يتقشرش ليكم. هذه كنصيحة باش هكا كيجينا كنصبنو ردو ما كيطرى ليه والو. كاين فيه العقيق الزاجي كيكون زوين صراحة، وكل ما تصبن كيعطينا واحد البريو زوين وكيبقى لينا لمدة طويلة. اما هذاك ديال اللي كيكون ديال الميكا شويه ما كيعجبنيش انا، غير كيتصبن كيبدا يتقشر. وكاين الناس اللي كتخدم به على حساب كل واحد الذوق ديالو. كما كتشوفوا البنات هذه هي الطريقه اللي كنبقاو غاديين بها. كيجي فحال الشكل الهدب كما قلت لكم، و وساهل دغيا كيطلع بسهوله، حيت غير العقيق كتبقاي تخدمي به. غير هو كيطلع شويه غالي، كما كتعرفوا هذا العقيق اللي كيكون الثمن ديالو غالي كيكون زوين، والعكس صحيح. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم ونكون وصلت لكم الفكره، وان شاء الله تبارطاجيو الفيديو مع البنات اللي كيبغيو يتعلموا. مرحبا بكم وشكرا بزاف على التتبع ديالكم البنات. شكرا الناس اللي كيخليو لي التعاليق اللي كيسولوا عليا. ان شاء الله الى عجبكم الفيديو خليو لي التعليق باش هكا نحطوا الجديد ان شاء الله. علاش لا. صافي البنات كما كتلاحظوا هذا هو الشكل ديالو. الصراحه طلع زوين وجاو حتى الالوان متناسقه. حاولوا البنات تلعبوا على الالوان وهي اللي كتخرج لينا الحاجه. الصراحه الالوان كيعطيو واحد المنظر غزال. هنايا الخيط غادي نهبطوه ندخلوه وسط العقيقه وندفنوه في الثوب كيف العاده البنات. وان شاء الله تكون الطريقه واضحه